شابيتر 5 ديال لا بواط ا ميرفي تيبدا نهار الأربعاء. الفقيه كان فرحان بزاف والتعامل ديالو تبدل 360 درجة، ما بقى كيضرب حد وما كيخاصم على حد، بالعكس كان كيشكر كاع الدراري د المسجد. شوية قبل الغدا جمعهم كاملين وبدا كيهضر لهم على عاشوراء وبلي خاصهم يحتفلوا به هاد العام كما كانوا كيحتفلوا به كاع العيمان، وبلي عندهم واحد المدة ديال 15 يوم باش يوجدوا المسجد لهاد المناسبة، وهذا الشيء بطبيعة الحال خاصهم مساهمات مادية. الفقيه طلب منهم باش يقولوها لوالديهم باش يعاونوا المسيد يتقاد ويتبرعوا ليه بالفلوس. سيدي محمد كان راجع للدار وهو فرحان لحقاش الفقيه خلى ليهم ديك العشيه خاويه. مشى للدار باش يقولها لاله زبيده، وفاش وصل سيدي محمد ما كيلقاش الام ديالو، وهنا فاطمه البزيويه كتعلمو باللي جات لاله عيشه وخرجت هي وياها. فاش رجعت لاله زبيده للدار عاودات لفاطمه البزيويه السبب ديال الغياب ديالها، وبقاو شحال كيهضروا على الموضوع. من موراها مشات عند رحمه وعاودت لها حتى هي، يعني واخا وعدت لاله عيشه بلي ما غتقول حتى شي واحد السر ديالها، ولكن وصلتها لكاع جاراتها وطلبات منهم انه يبقى سر بيناتهم. لاله عيشه باش تعاون راجلها مولاي العربي باعت الذهب ديالها والفراش اللي عندها في الدار، يعني ما بقى عندها والو. هادشي دارتو باش تعاون راجلها باش يعاود يفتح محل جديد ديالو وباش ما يوليش متعلم عند شي حد. واحد شويه بدا كيتسمع شي صداع وغوات من الدار اللي حدا الدار ديال الشوافه، كلشي كيسول اش واقع. سيدي محمد بن طاهر اللي هو الحلاق ديال الدرب كان مريض ومات. لاله زبيده بغات تمشي حتى هي تحضر وتبكي مع العيالات، وحتى سيدي محمد بغى يمشي معاها. في الاول ما بغاش ولكن قنعت رحمه. سيدي محمد بقى كيدور وكيشوف العيالات كيبكيو ويندبوا. واحد شويه بانت ليه زينب حتى هي كتحاول تبكي ولكن الدموع ما تنزلوش. هنا عطاه واحد الدقه للنيف وهرب. من بعد ما داروا المراسم ديال الغسيل للميت وخرجوه باش يدفنوه، هنا سيدي محمد شداتو واحد الكريز لدرجه انه لاله زبيده ولات كتسول على الاسباب علاش كيبكي. جا عبد السلام وبدا كيحاول يهدن سيدي محمد. سيدي محمد كان كيتخيل راسو مات وكيتخيل حتى الجنازه ديالو، حيت اثر بزاف الاحداث اللي طراو. دازو اليامات غادي تزاد واحد لوبجي جديد عند سيدي محمد اللي هو واحد السلسله ديال النحاس اللي عطاتها ليه لاله زبيده. السلسله ديال النحاس اللي عطات لاله زبيده لولدها كانت مصديه، فهنا سيدي محمد بقى كينقي فيها حتى ولات كتبري وتلمع، ولات بحال شي سلسله ديال الذهب. مشى حل بواطا ميرفي ديالو وبدا كيتامل في لي زوبجي اللي فيها باش انه يحط فيها السلسله اللي عطاتو الام ديالو. واحد شويه كيجي القط ديال زينب حتى هو بقى كيشوف دوك لي زوبجي. سيدي محمد قرر انه يلبسو ديك السلسله، ولكن القط هرب ليه ودار ليه ديك السلسله معاه. هنا سيدي محمد بقى كيغوت وكيطلب مساعده من كاع العيالات اللي كاينين في الدار الشوافه باش يعاونوه باش يشد القط، ولكن القط طلع فوق واحد الحيط عالي وهرب. سيدي محمد لاح اللومه كامله على زينب وقال بلي هي اللي تحرشات القط وهي السبب باش ان القط مشى سرق ليه السلسله ديالو. غادي يمشي عندها ويضربها، ولكن زيد ما غاديش تسكت ليه وغادي يدابزو بجوج واحد المدابزه اللي خايبه. غادي يجيو العيالات ديال دار الشوافه يفارقوهم. هنا لاله زبيده غادي تشد ولدها وغادي تغسل ليه وجهه في الماء بارد وتقول لي انه يمشي ناعس. وهنا كنكونوا سالينا الشابيتر 5.